ولا كده بقى. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. اهلا وسهلا بكل متابعين من كل مكان بتشوفوني، ولا اول مره تشوفوني. معاكم رانيا من قناه بيتش ومطبخي سر سعادتي. رجعت لكم بقى النهارده في يوم جديد وفيديو جديد. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا نبدا الاول بالصلاه على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. رجعت لكم بقى النهارده في يوم جديد وفيديو جديد، وتعالوا نشوف هنعمل ايه في مطبخي النهارده. النهارده بقى هعمل ايه؟ اول حاجه هوريها لكم هعملها النهارده هي دي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. انا جايبه سمك بوري وهقول لكم عامله فيه ايه وهعمله وعامله كده ليه يعني، وهقول لكم كل حاجه عن السمك البوري اللي انا جايباه. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه كمان بعديه، وتعالوا نبدا الفيديو بتاعنا. بس انا قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، لو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا اعملوا اشتراك وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوا الفيديو للاخر. لو الفيديو عجبكم اوعوا تنسوني في لايك وكومنت حلو كده يفرحني ويسعدني. يلا بقى نبدا الفيديو بتاعنا. انا بقى كنت جايبه كيلو وربع كده او كيلو ونص سمك بوري. يعني ما اعرفش طلعوا قد ايه، يعني كنت جايباهم فحطيتهم في التلاجة في مصفى كده. بصوا هو نزل ميه كده. انا هنعمل ايه؟ هنعمله فسيخ. السمك البوري بقى عشان تعمليه فسيخ لازم طبعا يكون طازه، وعشان تعمليه فسيخ لازم تحطيه في التلاجة او في بره التلاجة. المهم ان هو ينشف من الميه. بصوا النغشيش بتاعته، بصوا طازه ولا لا. ولازم هنشفه بمناديل كمان دلوقتي، لان انا قلبته على الجنبين. بصوا بس لسه برضو في دم، وعينيه تكون بتلمح كده. بصوا النغشيش بتاعته حمرا ازاي، نبيتي كده. ده وبعدين موسم دلوقتي السمك البوري، ومش هيقعد اسبوعين او 15 يوم وهناكله. وخصوصا في الصيف ما تقعدوش اكتر من اسبوعين. لو في الشتاء في وقت زي كده ممكن يقعد 20 يوم عادي، مفيش مشكله. المهم ان هو بعد ما تملحيه وعايزه تطلعيه بقى من الملح بتاعه وتشيليه في الفريزر وتنضفيه تشيليه في الفريزر عادي، لكن التمليح بتاعه ما بياخدش اكتر من اسبوعين. اهو بصوا لازم يكون العينيه بتلمع كده زي ما انتم شايفين. بصوا عينيه بتلمع ازاي، ونغشيشه بتبقى نبيتي كده حمرا. بصوا وعينيه بتلمع كده زي ما انتم شايفين. فانا بقى هعمل ايه؟ هعمله فسيخ وكده. فمش هيقعد معايا كتير. في الشتاء ممكن يقعد 20 يوم مش مشكله، لكن في الصيف ما تقعدوش اكتر من 20 يوم. فانا دلوقتي انا حاطاه في مصفى. دي مصفى دي حطيته في التلاجة على الجنبين لحد ما يصفي ميته خالص. بصوا وهنا برضو نزل نقطتين ميه كده. انا هجيب عشان انشفه. المهم ان هو يكون ناشف خالص، ما فيهوش ولا ميه ولا دم ولا اي حاجه. ويا ريت ما تشطفوش كمان يعني، او لو شطفتيه اول ما تجيبيه بس تشطفيه. ولازم بقى عشان تملحيه لازم يكون ناشف كده خالص تماما. هجيب صينيه كده طبق عشان انشفه واحطه ايه على جنب. ده كده بصوا تنشفيه كويس قوي كده. ومن هنا برضو من نغشيش، ولازم يكون طازه. والمهم ان هو يكون بصوا الدم. المهم ان هو ما يكونش فيه ولا ميه ولا دم، وتكوني جايباه كده طازه زي ما انت شايفه كده. وتنشفيه كده من الميه كده خالص. انا حطيته في التلاجة حوالي 3 ايام. في ناس بقى بيعلقوه كده في المطبخ ويسيبوه كده في الهواء ولا حاجه، بس انا اخدت طبعا الدبان ولا اي حاجه تعدي عليه يعني في البلكونه. في ناس بيسيبوه في البلكونه يعني يعلقوه كده في حاجه ويسيبوه كده، او في المطبخ. بس انا حطيته في مصفى بقى كده زي ما انتم شايفين، وتحتيه حاجه عشان ينزل اي ميه فيه. وبرده بعد قعد 3 ايام ولسه فيه ايه، في شويه دم كده وشويه ميه انشفهم. بصوا ولازم يكون كبير على فكره. السمك البوري عشان تعمليه فسيخ لازم يكون حجمه كبير. الحجم صغير ده مش هينفع، مش هتلاقي فيه لحم وهتضيعي وقتك على الفاضي ومجهودك. بصوا كده. لازم تمسكي السمكيه كده وتكون كبيره وفيها لحم يعني، وطازه كده زي ما قلت لكم. بصوا العين، عينيه بصوا بتلمع ازاي، ونغشيشه بص حمرا ازاي. احنا بقى داخلين بقى على شعبان كده، رجب وشعبان، كل سنه وانتم طيبين. فعايزين بقى ناكل منه قبل رمضان عفوا انا اسفه. فان شاء الله هنلحق ناكل منه يعني، يكون اتملح. المهم ان احنا ايه، ننشفه كده. وطبعا بره انتوا عارفين سعره غالي ازاي. بصوا كده احنا بننشفه خالص زي ما انتوا شايفين كده اهو، من نغشيش. وما تفتحيش بطنه ولا حاجه، ويا ريت ما تشطفوش كمان اهو. احنا هنا كده نشفناه كويس قوي اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا نشفته خالص من الميه والدم، ما فيهوش اي حاجه.
ولا نقطه دم ولا نقطه ميه. واكون جايبه معايا بقى اكياس محضراها، وجايبه معايا برطمان برده كده محضراه، اكياس ثلاجه اللي هي العاديه، بصوا الكياس العاديه اللي بنشيل فيها الخضار. جايبه معايا اكياس كده محضراها، هوريكم بقى هنعمله ازاي. وعندي ملح خشن وملح ناعم، ملح خشن اهو وملح عادي من اللي هو الناعم. كيس واحد ملح خشن على الاربع سمكات دول، كيس واحد، وهنحط عليهم معلقتين ناعم. وعندنا شطه وعندنا كركم. تعالوا بقى نجيب الحاجه اللي هنجهز فيها الخلطه دي، وبعدين اوريكم هنعمله ازاي. انا جبت حاجه فاضيه كده عشان نحط هنا الملح والكركم والشطه، والملح يفضل انه يكون خشن عشان ما يطلعش حادق جدا معاكي، يعني الافضل يعني. اهو بصوا كده انا شلته خالص من الميه، ما فيهوش ولا نقطه ميه. هنعمل احلى فسيخ من غير ولا نقطه ميه، واحلى من بتاع الراجل. ايه رايكم؟ هنعمل احلى فسيخ في البيت من السمك البوري، واحسن من بتاع الراجل. تعالوا نشوف هنعمله بقى ازاي. انا هنا ايه، هجيب كيس الملح الخشن ده افضيه كله هنا. هفضي كيس الملح الخشن كده، وهناخد عليه معلقتين كده ناعم، معلقتين بس عشان ما يطلعش حادق. الخشن مش هيخليه حادق، لكن لو عملتيه كله بالناعم ده هيطلع معاكي حادق جدا. فالافضل انت تجيبي كيس كده خشن زي ما وريتك وتحطي عليه معلقتين ناعم من ده. ونحط عليه معلقه شطه كده، شطه اللي هي العاديه دي البودر يعني. وهنحط عليه برده معلقه كركم كده، وهنقلب بقى كل ده كده مع بعضه. وهنمسك بقى السمكيه كده، هنعمل ايه بقى، هنحشي النغشيش وهنفتح بقه كده، يا ريت نحشيه من بقه كمان. اوعوا تفتحوا بطنه، بطنه مش بتتفتح ولا القشره بتاعته تيجي جنبيها، ولا تنضفيه من بره، ولا تفتحي بطنه ولا اي حاجه. وتفضلي بقى كده ايه، تمليه ملح بقى كده جامد وكده. بصوا من عند النغشيش كده، وتنزلي بقى الملح في بطنه كده بصبعك كده او بمعلقه كده ليها بوس، تروحي منزله الملح كده بحيث ان الملح ينزل في بطنه وهو مقفول كده. من عند النغشيش من فوق، من عند بصوا كده شايفيني اهو، انا بحط ملح كده من عند النغشيش، واروح جايه كده ببوس معلقه ولا حاجه وانزل كده اكنك بتحشيه، يعني احشيه ملح، مش تدهني من بره ملح كده وخلاص، لا، من النغشيش من ناحيتين كده. بصوا كده كده، وتنزلي الملح كده جامد بقى. بصوا تحسي انت ايه، بتحشي بطنه ملح كده. ابص بطنه الملح نزل في بطنه كده كده، شايفيني ازاي؟ بصوا النغشيش بتاعته اهي، بنفتحها ونحشيه، نحشيه بقى ملح من جوه كده. في ناس بتشيل راسه كمان، بس انا مش هشيل راسه ولا حاجه اهو. هي راسه دي اتنت لوحدها كده اهو. بصوا ازاي كده. نيجي عند اللي وراه برضو نفس الحكايه، نحشيها ملح كده كمان من عند النغشيش كده. بصوا اتنفخت ازاي عشان حشيناها ملح. بصوا كل ده ملح ده. وهنا برضو نفس الحكايه، هنحشي من عند النغشيش كده ملح من نغشوش. بصوا كده بصبعك او بمعلقه كده وتنزلي كده كده.
ولسه هنحط ملح تاني، بس احنا ايه بوريكم بس الاول. دي اهم خطوه يعني، ان غشيش تيجي عند الراس كده وتروحي منزله كده ملح من فوق كده، تحشي بطنه. شوفي دلوقتي بقى الكيلو بكام بره بيتباع. عشان تجيبي الاربع سمكات دول يعملوا لك 2 كيلو، والكيلو بقى بره بيتباع ب 200 جنيه ولا حاجه، يعني الكيلو يعمل لك سمكتين بعد ما بيتملح. فعشان تجيبي بقى دول 2 كيلو يعملوا لك بره دول ب 400 جنيه. انا جايبه الكيلو ب 80 جنيه، بس دول اكتر من كيلو يعني. قطعوا لي 100 جنيه، يعني هتوفري 300 جنيه. يعني الكيلو مستوي بره سمكتين ب 200 جنيه. يعني هتجيبي لو جبتي دول 2 كيلو مستويين كده وجاهزين هيعملوا لك 400 جنيه. انا جايباهم كلهم على بعض 100 جنيه. بصوا كده. بصوا كده. لسه هنحط ملح هوريكم دلوقتي هنعمل ايه. المهم ان احنا حشينا ايه بطنه. بصوا اتنفخ ازاي بقى كبير. بصوا بقى ده قبل ما يتحشى، وبصوا ده كده. بصوا ده قبل ما يتحشى، وبصوا ده هنا بعد ما حشينا ملح. تحسوا ان هو اتنفخ كده. تفضلي بقى تحشي كده. بس لازم قبل ما تعملي بقى الخطوه دي لازم تكوني منشفاه. انا جايباه يعني من 3 ايام. المهم يكون نشف من في التلاجة او بره التلاجة، ما يكونش فيه نقطه ميه وانت بتعملي الخطوه دي كده. وتعدي بقى النهارده كام؟ النهارده 8 1 الحد. تعدي بقى 15 يوم بالظبط عشان تبتدي تفتحي عليه. وفكروني عدوا معايا كده بقى 15 يوم. يلا قوموا بكره هاتوا زي كده سمك وتعالوا نحسب مع بعض، وتعالوا نفتح عليه كمان 15 يوم مع بعض. بصوا انا جبت اهو، مليته كله واتنفخ خالص بالملح. وتحشي بقى الخياشيم دي كده خالص ملح بقى كده جامد قوي. انا هنا بقى حبيت اجيب كيس تلاجة كده. المهم ان انا ايه قبل ما احطه في التلاجة اكون حاشيه الخياشيم بتاعته كمان، مش بطنه بس، لا الخياشيم كمان كده قبل ما احطه في الكيس اهو كده. هو اتملى جامد، بطنه اتنفخت خالص واتملى ملح، وخياشيمه مليانه ملح كده كده اهو. وهنحطه بقى كده في كيس، وهاخد حبه ملح كمان واحطها كده. وتطلعي بقى الهواء من الكيس خالص كده. بصوا طلعي الهواء من الكيس كده اهو كده. احنا حطينا كل واحده اهو في كيس. هجيب كيس تاني عشان اضمن ان مش هيخشلهاش ايه هوا كده. هنسيبها بقى كده على جنب. برضو كيس تاني كده اهو. ده برضو ايه نتاكد كده ان الخياشيم فيها ملح وحشينها كويس قوي اهو. اروح جايباها الكيس كده وحطها كده في كيس وشويه ملح ورش كده. ونطلع الهواء كده من الكيس. بصوا كده. اروح جايبه كمان كيس، واجي بقى ايه من الحته المقفوله دي اخليها من بره، والمفتوحه دي اخليها من جوه، عشان اضمن ان ما يخشلوش اي نقطه هواء كده. كل واحده بقى هعملها كده طريقه. هنجيب بقى برطمان فاضي، بس قبل ايه ما نحطه في البرطمان هنجيب كيسين كده. هناخد كل اتنين نحطهم في كيس برضو عشان نضمن الهواء ايه ما يخشلهمش. كل اتنين كده الجزء المفتوح ده كده اهو. كل اتنين في كيس زي ما انتم شايفين كده. برضو دي نفس الحكايه.
كده احنا حطينا ايه كل اتنين في كيس، وكل واحده برضو في اكتر من كيس. هنجيب بقى كده برطمان الفرش زي ما انتم شايفين، وهننزلهم بقى كده. البرطمان لازم يكون طويل عشان ايه؟ ياخدوا راحتهم بقى في التمليح كده، ما يتنوش ولا يتقطعوا ولا اي حاجه. كده بصوا انا هسيبهم بقى كده ايه في البرطمان ده كده 15 يوم، وبعد 15 يوم هنفتح عليه، ويعني اسبوع كده ولا حاجه، اول اسبوع اقلبه، يعني مش هسيبه في نفس المكان كده على طول، لا اسبوع واقلبه وافضل كل شويه اقلبه. انا هسيبه كده اسبوع، بعد اسبوع اروح اقلبيه كل شويه اقلب فيه لحد اسبوعين، وهنفتح عليه وتعالوا ناكل الفسيخ مع بعض بعد اسبوعين بقى. هنشوف مع بعض هنعمل اكله حلوه كده قبل شهر رمضان ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. وتعالوا نشوف هنكمل بيت اكلنا نعمل اكل ايه مع بعض النهارده.